السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا طلعنا نترول ونتريق قبل ماتش منتخب مصر وبلجيكا النهارده، وقعدنا نقول ان احنا هنخسر 3-0 و4-0، لكن رو فيتوريا كان ليه رأي تاني. هنتكلم عن المباراة شوط شوط، وهنوضح ازاي فيتوريا لعب على التفاصيل الصغيرة قوي وادانا نفوز بلجيكا للمرة الرابعة طوال تاريخنا معاهم. يا ريت لو انتوا حابين تشوفوا الفيديو كامل تضغطوا على اللينك فوق في البوست او تحت في الكومنتات وتبعتوا اللينك بتاع الحلقه لكل اصحابكم، سواء بقى الاهلاويه او الزملكاويه، عشان اللي ما اتفرجش على ماتش منتخب مصر يعرف ايه اللي حصل في المباراه. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. في الشوط الاولاني اول ربع ساعه منتخب بلجيكا كان ماسك كوره، احنا كنا متالقين بصراحه في الواجب الدفاعي، كنا بنضغط من قدام ما بنخليش بلجيكا بتستلم كوره وبتنقل بس بتتنقل اللي هو ايه يعني بطلوع الروح. منتخب مصر كان قدام، بنلعب 4-4-2 في الدفاع، مخلي اثنين من قدام اللي هو غالبا كان محمد صلاح ومصطفى محمد كانوا بيضغطوا من قدام عشان نمنع بلجيكا ان هي تنقل الكوره. وفي نص الملعب بتاعنا طارق حمدو اللي كان بينزل بين قلبين الدفاع في مرحله بناء الهجمه بتاعتنا، كان بينزل او في الدفاع عموما كان بينزل طارق حامد بين قلبي الدفاع، وانني محمود حماده متقسمين، وانني ناحيه محمد صلاح على اليمين ومحمود حماده ناحيه تريزيجيه على الشمال. زي ما احنا متعودين نشرح بقى الكلام بتاعنا او ايه اللي حصل في المباراه، وخصوصا في اول ربع ساعه على الكوتش بورد. هنا زي ما اتكلمنا وقلنا ان اكرم توفيق كان هنا عليه زياده عدديه رهيبه، كان عليه حوالي 2 او 3، كان عليه كراسكو، كان عليه هازارد، وكان ساعات دي بروين بيقطع من هنا لهنا عشان يروح يعمل زياده عدديه مع هازارد وكراسكو. اللي حصل في اول ربع ساعه ان كان في هنا على اكرم 2، فبصراحه اول 10 دقائق كان لسه منتخب مصر او كان فيتوريا بمعنى اصح مش عارف ايه سلاح بلجيكا، بس سلاح بلجيكا كان بيلعب على اكرم على جبهه اكرم توفيق هنا. بصراحه اكرم توفيق كان مع كراسكو في الشوط الاولاني في اول ربع ساعه، عدى منه بصراحه بكذا كوره وقدر ان هو يلعب عرضيه لقلوب القلب الدفاع هنا عشان يحقق خطوره. لكن بعد اول 10 دقائق بالتحديد ريو فيتوريا عارف ان السلاح بتاعهم بيبدا من جبهه اليمين ومن جبهه اكرم توفيق، وده بصراحه غباء من بلجيكا، لان لو هم دارسين منتخب مصر كويس هيعرفوا ان اقوى جبهه هي جبهه اكرم توفيق، وده اللي حصل فعلا. بس زياده التامين ريو فيتوريا خلى اكرم توفيق يرجع يمسك هنا مثلا كراسكو، وخلى النني ينزل معاه هنا عشان يعملوا زياده عدديه في الحته دي، وما عرفش ولا كراسكو ولا هازارد يعملوا اي حاجه من ساعه لما ريو فيتوريا حط النني في الحته دي. وساعات كان محمد صلاح، بس ده كان في اغلب الاوقات وخصوصا في اخر الشوط الاولاني كان بينزل الحته دي عشان يعمل عمليه التغطيه ورا النني واكرم توفيق، وفي نفس الوقت يلعب على المرتده. ودي اول فنيه معانا ان كان بلجيكا بتلعب على جبهه اكرم توفيق، كانت بتستغل ان الحته دي يلعب على اتنين على اكرم توفيق. وبصراحه في اول 10 دقائق كراسكو خد اكرم توفيق في واحده وداها هنا كده، فكراسكو قدر ان هو يعدي بيها ويلعب لجوه قلب الدفاع، ودي الكره هنتكلم عليها تحسبت لمسه يد على حجازي، لكن هنتكلم عليها ان هي الحمد لله ما حصلوش فيها ضربه جزاء. يبقى دي كده اول فنيه معانا. تاني فنيه معانا ان كان في عمليه روتيشن كبيره جدا بتتم ما بين صلاح، مع محمد صلاح من هنا وتريزيجيه من هنا. ساعات تريزيجيه كان بيجي هنا ومحمد صلاح يروح هناك عشان، وعمليه روتيشن برده بتتم ما بين النني ومحمود حماده. ساعات النني كان بيروح كده ومحمود حماده بيجي كده عشان النني يودي تريزيجيه، مش فاكر في الدقيقه تقريبا حاجه و20 يودي تريزيجيه في كوره يخليه انفراد ويشوطها بشماله ضعيفه جدا. فدي تاني فنيه معانا، وهو ان صلاح وتريزيجيه ما كانوش ثابتين في اول ربع ساعه، كانوا بيعملوا عمليه روتيشن، وفي نفس الوقت او في نفس القصه النني ومحمود حماده كانوا بيعملوا عمليه روتيشن، والكره اللي بيلعبوا عليها بلجيكا في اول 10 دقائق هي الجبهه بتاعت اكرم توفيق، كانوا بيلعبوا على اثنين على اكرم توفيق، لكن ما شاء الله عليه سد وما شاء الله عليه اسد. وبرده ريو فيتوريا عشان عارف ان الجبهه دي اخطر جبهه، خلى محمد النني يقف زي ما شرحت لكم الكوتش بورد ويغطي ورا اكرم توفيق. ومن اول الدقيقه 15 لحد اخر الشوط فيتوريا كان بيلعب على سلاحين، سلاح الضغط العالي وسلاح التحولات الهجوميه، وفعلا قدرنا نخرج من الشوط الاولاني بهدف، لكن غير الهدف احنا قدرنا نهدد مرمى وكورتوا في 3 او 4 كور، كان بطلها تريزيجيه وكان ساعات بطلها كان بيبقى مصطفى محمد. تمام. في دقيقه 20 بالظبط جمله ثلاثيه ما بين طارق والنني، زي ما قلنا حصل تبديل مراكز ما بين النني ومحمود حماده عشان النني يبقى فوق ومحمود حماده يبقى ناحيه محمد صلاح. فالنني عمل ثرو باص لتريزيجيه اللي راح ناحيه كورتوا وشاطها بشماله ضعيفه قوي، كان عايز مش عارف يحطها لوب تقريبا، بس هو ركنها وحش قوي، كورتوا قدر يتصدى ليها، ولولا التصدي ده كان زماننا خرجنا من الشوط الاولاني ب 2-0. يبقى فعلا فيتوريا كان محقق تارجت ان هو يلعب على التحولات الهجوميه ويلعب على الضغط العالي، عشان جه على طول في الدقيقه تقريبا
32. الهدف الاولاني منتخب مصر جه من نتيجه الضغط العالي، دي بروين اخطا لكن نتيجه الضغط العالي بتاع مصطفى محمد استخلص الكره بمنتهى السهوله، حطها كوبري لدي بروين وقدر يحطها على شمال كورتوا، وده كان نتيجه الضغط العالي والتحولات الهجوميه اللي كان فيتوريا بيلعب عليها. بالتحولات الهجوميه قدرنا نهدد مرمى كورتوا باربع كور، منهم كورتين كان المفروض جون صريح بس للاسف تريزيجيه ضاعهم، وبالضغط العالي قدرنا ان احنا نسجل الهدف الاولاني لمنتخب مصر عن طريق مصطفى محمد. دي كانت كل حاجه في الشوط الاولاني من رو فيتوريا ومن تالق مصطفى محمد. نبدا الشوط الثاني. رو فيتوريا موقف لعيبته صح جدا، بس في جمله معينه منتخب مصر كان بيلعب عليها، ودي ترجمه للفرص اللي حصلت الشوط الاولاني، والحمد لله ربنا بيكافئنا على الفرص اللي حصلت وقدرنا نسجل الهدف الثاني عن طريق جمله اتعملت مهمه جدا. هشرحها الاول هنا كده عادي وبعدين اشرحها الكوتش بورد. الجمله عباره عن ايه؟ ان محمد صلاح كان بينزل عشان يستلم من محمود حماده او محمد النني ويسحب معاه المدافع، ووراه على طول مصطفى محمد في ظهره عشان يمول المدافعين ان هو اللي هيستلم، والناجيه الثانيه تريزيجيه بيقطع ويروح انفراد لكورتوا ويسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر. نفس الكوره اتعملت في الدقيقه تقريبا بعديها بخمس دقائق، نفس الكوره برده محمد صلاح نزل سحب معاه المدافع ووراه مصطفى محمد ويلعبها وان تاتش محمد صلاح لتريزيجيه، بس ما قدرش بقى يسجل الهدف الثالث المره دي، كورتوا اتصدى ليها. ودي الجمله اللي كان منتخب مصر بيلعب عليها اول ربع ساعه، وكانت جمله متفق عليها وكانت باينه جدا في الشوط الثاني. نيجي نشرح الجملتين اللي انا لسه قايل عليهم بس على ارض الواقع بقى. هنا اهو محمد النني معاه الكوره وده محمد صلاح. اول محمد النني يبقى معاه الكوره هنا بيجي ينزل محمد صلاح هنا، وخلي بالكم بيبقى في مدافع هنا مع محمد صلاح بينزل معاه، فبيستلم محمد صلاح هنا وعلى طول وراه مصطفى محمد بينزل برده عشان يفضي مساحه لتريزيجيه وياخد معاه الاثنين مدافعين عشان يجري تريزيجيه هنا ويلعب له محمد صلاح تشيب باص ويجري يحط الجول الاولاني في مرمى كورتوا. وبرده في الدقيقه تقريبا بعديها بثلاث دقائق نفس الكوره، بس للاسف الكره الثانيه دي تريزيجيه ما دسش عليها قوي، استعجل فيها وشاطها من بعيد. برده محمد النني برده استلم الكره من هنا، محمد النني استلم الكره من هنا، نزل له محمد صلاح مع المان عشان يفضي المساحه دي، ونزل له مصطفى محمد على طول عشان يفضي المساحه دي، وبكل سهوله تريزيجيه يقدر يقطع هنا في المساحه دي، المساحه الفاضيه دي عشان محمد صلاح يلعبها له تشيب باص. بس المره دي للاسف في الكره الثانيه دي زي ما بقول لكم ان تريزيجيه استعجل فيها وشاطها من بعيد قوي، ولولا الاستعجال ده كان زماننا حققنا الهدف الثالث. ومن كتر رجوله اكرم توفيق بسم الله ما شاء الله عليه، المدرب بتاع بلجيكا خلاص فقد الامل، فقد يعني فاهم، فقد الامل في الكوره اصلا، اللي هو انا مش عارف اخش بلعب اوراسكو وبلعب بهازارد وبلعب بدي بروين، الثلاثه مش عارفين. اوراسكو في الشوط الاولاني قدر ان هو يعدي من اكرم توفيق، لكن الجمله نفسها او طريقه اللعب بتاعت بلجيكا ما نفعتش خالص في جبهه اكرم توفيق. فقال لك خلاص بقى انا هنقل على جبهه محمد حمدي. وكان في مهاجم في بلجيكا اسمه اوبندا اللي هو المهاجم الاسمر اللي جاب الجون، ده كان عارف بصراحه الدفاع بتاعنا وعارف محمد حجازي، بمعنى كلمه مش هقول لك مثلا علي جبر ماسكه، لا محمد حجازي اللي هو اكتر خبره من علي جبر او اكتر ثقه احنا بنثق فيه اكتر من علي جبر، قدر ان هو يروح بكذا كوره ويضرب خط دفاع منتخب مصر بتاعنا، وقدر ان هو ياخد محمد حجازي بظهره. وده السبب لان هو اوبندا اولا قوي، لو على القوه احمد حجازي قوي لكن هو سريع، مهاجم سريع وهجام، وقدر ان هو يروح بكذا كوره وحط له الايدين على قلبنا بصراحه، وخد احمد حجازي في ظهره في كذا كوره، لكن محمد الشناوي قدر ان هو يتعامل معاها بمنتهى الروعه ومنتهى الجمال. لكن اوبندا او طريقه لعب بلجيكا اتغيرت من جبهه اكرم توفيق لجبهه محمد حمدي عشان يحاولوا يلعبوا قوه طوليه في ظهر منتخب مصر. واوبندا زي ما قلنا راح بكذا كوره ستر ربنا، اللي هو ستر ربنا وتالق محمد الشناوي كان ممكن يجي فينا جون، وده كان من تاني ربع ساعه او لحد الدقيقه 70 بالاخص. حصل تبديل في الدقيقه 70، رو فيتوريا سحب مصطفى محمد ونزل زيزو. طبعا التبديل ده واضح جدا للجميع ان هو تبديل بيعتمد على السرعات مش يعتمد على تكتيك، عشان رو فيتوريا عايز بعد الهدفين دول يلعب على السرعات اللي قدام وعايز يلعب على مهارات الاجنحه، فكان بيلعب على التحولات الهجوميه، فخلى محمد صلاح هو المهاجم وخلى زيزو هو الوينج يمين وتريزيجيه عادي وينج شمال زي ما هو، وحاول يلعب على السرعات. لكن للاسف زي ما قلنا بعد الهدف الثاني منتخب مصر حتى التنظيم في الاداء الهجومي قل شويه. طبعا علي جبر اتصاب وقبل ما ينزل اسامه جلال علي جبر كان بيتعالج بره، بس ده ما يمنعش برضو ان احنا في الجون الاولاني اللي جه فينا لبلجيكا احنا يعني اتمرقعنا بلغه الكوره. دي الكوره اصلا اللي كان مدرب بلجيكا بيلعب عليها طول المباراه اصلا. يعني ما شاء الله. وكمان اللي يغيظك ان احنا كنا واقفين صح اتفرجوا على الجون، احنا واقفين صح بس الغفله النظر مش موجود، يعني فاهم، كسل من الاخر، مفيش رقابه من فوق. لا دي كوره وحيده بصراحه ان بتاع ده ان انا شايف ان كوراسكو عدى فيها من اكرم توفيق بس هو ما عداش،
هو المفروض زي ما قلنا ان النني من بدايه من نص الشوط الاولاني وهو بيساند اكرم توفيق في عمليه التغطيه، تمام. بس في الكوره دي اتفرجوا على الجون هتلاقوا ان اكرم توفيق بيشاور لمحمد النني بيقول له امسك انت اللاعب اللي ورايا، ومحمد النني بيتكل على اكرم توفيق ان هو اللي يمسك اللاعب اللي وراه. فالاثنين يعني بياخدوا الكوره كده اتكسلوا او اتمرقعوا في الدفاع، فاللاعب كوراسكو قطع من بينهم كده، خد الكوره. واحمد حجازي قبل ما كوراسكو يلعب العرضيه الارضيه، بصوا على الملخص هتلاقوا احمد حجازي عمل عمليه الكلين اب من ورا كده، شاف ان في مهاجم وراه، شاف ان في مهاجم وراه وقدامه طارق حامد مغطي على القريبه، فاذا انت المفروض تغطي على البعيده. لا احمد حجازي عمل ايه؟ راح مكمل مع طارق حامد على القريبه وساب اللي وراه خالص. فانت ازاي رايح مع على القريبه وانت اصلا طارق حامد هو اللي ماسك الحته دي؟ احنا قلنا طارق حامد هو اللي بينزل بين قلبين الدفاع، قلب الدفاع بتاعك التاني مش موجود، فطارق حامد هو مكانه دلوقتي، طارق حامد مكانه، فهو اللي عمل عمليه التغطيه او الفيدباك على القريبه، لكن احمد حجازي ساب على اللي وراه خالص. فطبعا راح كراسكو لعبها للمهاجم، المهاجم لوحده خالص. لكن هنا بقى احمد حجازي بنعيب عليه ان هو عمل عمليه الكلين اب كويس قوي وغطى في المكان بتاعه كويس قوي، بس ما راحش اللعيب او ما كملش المهمه بتاعته على اكمل وجه. وده الجون الاولاني بتاع بلجيكا، كراسكو قطع من بين اكرم توفيق ومحمد النني بدون اي رقابه، راح لعب الارضيه من قدام طارق حامد ومن قدام احمد حجازي عشان المهاجم اللي هو اسمه اوبندا اللي هو كان عرفنا في طول الشوط الثاني يجيب الجون الاولاني بلجيكا. من اول الدقيقه 76 لحد اخر الشوط خلاص بقى منتخب مصر بتلعب دفاع بحت. فيتوريا عمل شويه تبديلات كده، خلاص حفل التبديلات، نزل كوكا ونزل امام عاشور ونزل طاهر وطلع بقى صلاح وطلع تريزيجيه ونزل طبعا اسامه جلال بدل علي جبر. حصل شويه حفله يعني في التبديلات. منتخب مصر كان واقف تقريبا 5-4-1 في الدفاع علشان والله اللي يشوف الصوره، يعني في صور كده منتشره على الفيسبوك بعد الماتش، اللي يشوف الصوره في الدقيقه 92 احنا واقفين واقفه كاننا بنلعب 22 لاعب. هو خلاص يعني انت عارف امكانيات لعيبتك، وانت عارف ان البدني بتاع لعيبتك اقل بكتير قوي من البدني بتاع بلجيكا. بلجيكا عايز حاطط فيك هدف الاولاني خلي بالكوا، وان الروح المعنويه عليت وعايز تحط الثاني، فانت واقف 5-4-1 مقفل كل المنافس، بتلعب على التحولات بتاع زيزو اللي شفناه كان نشيط جدا في اخر 10 دقايق في الشوط الثاني، كان نشيط جدا، هو اللي كان قايم بعمليه الهجوم كله مع كوكا والنني وطارق حامد هم اللي مغطيين كله التغطيه اللي ورا عشان منتخب مصر كان واقف 5-4-1. لكن الحمد لله قدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا نفوز على منتخب بلجيكا ضمن احسن منتخبات العالم، مصنف الثاني على العالم طبعا. وعشان نضيف لتاريخ منتخب مصر مباراه جديده باداء هايل قدام عمالقه اوروبا زي البرازيل، غير البرازيل طبعا وايطاليا طب ما احنا كويسين اهو، طب خدونا معاكم كاس العالم بقى. والله يعني في مقوله بتقول لك احنا لعبنا منتخب بلجيكا اللي هو صعد كاس عالم غلبنا منتخب بلجيكا اللي هو صعد كاس عالم، فاحنا نصعد كاس عالم بقى المفروض يعني. بس يلا الحمد لله قدرنا ننهي الشوط الثاني او ننهي المباراه ب 2-1 بهدف مصطفى محمد وهدف تريزيجيه. في نهايه الفيديو الف مبروك لمنتخب مصر ولكل الناس اللي كانت بتتفرج على المباراه. قدرنا احنا نحقق فوز مش سهل ومش صعب، بس هي مباراه لعبنا فيها كويس ومحدش يقدر لغايه دلوقتي يلوم فيتوريا على اي حاجه. اداء موجود، اهداف موجوده، دفاع موجود، هجوم موجود، كل حاجه موجوده، محدش يقدر يلوم الراجل على اي حاجه. لغايه دلوقتي هو مقدم او محقق انجاز جيد وكاد يعني يوصل اللي هو للممتاز. هو خلاص قدم اوراق اعتماده يعني. يعني انت تكسب بلجيكا وكمان ايه فككوا من الهري من الناس اللي بتقول ايه ان بلجيكا ما كانتش بتلعب بكل قوتها وان ده مش ماتش في كاس العالم. هزروا دول نازلين بكورتوا وهازارد ودي بروين يعني ونازلين بالجناح كروسكو ده اصلا لوحده داهيه. لوكاكو ما كانش بيلعب، بس اصلا لوكاكو مش من ضمن السكواد الاساسي لمارتينيز اصلا، يعني هو في اخر فتره ما كانش بيستعين بيه كتير. فمش عايزين هري كتير ويقول لك ايه انتوا اصلا فرحانين من لا شيء وان محمد صلاح مش عارف ايه وان منتخب مصر اصلا ضعيف. والنبي نهدى شويه ونفرح، عايزين نفرح بس شويه. في كسبنا بلجيكا لعبنا كويس نفرح، مش عايزين شغل الحزق. ماتش مهم قوي في الفتره الجايه، مهم لينا طبعا. بنجهز عشان تصفيات افريقيا. طبعا خلاص تصفيات كاس العالم اللي جاي احنا بعاد عنها تماما، لسه بدري عليها. بنجهز دلوقتي عشان الراجل نشوف بصمه الراجل باينه قوي ان الراجل فاهم. وغير كده في اجابات كتير قوي، يعني واحد زي محمد النني احنا فرحانين بالاسيست بتاعه وهو لاعب اصلا في الحاجات دي هو ما بيتوصاش. محمد النني لعيب كويس، لعيب جيد، عمل ماتش كويس على فكره. واللي بيقول كده بجد احنا بنستغرب بيه قوي، بنستغرب منه قوي، يعني عمل ماتش حلو قوي في الضغط العالي. فرحانين له، احنا فرحانين له ان هو راجل عنده مهاره وقدر ان هو يقدمها في الماتش، والاسيست بتاعه ده هو ده محمد النني، هي دي حاجاته اصلا. وفرحانين برضو واحد زي تريزيجيه ان هو اخر مباراتين لمنتخب مصر غاب عن التوفيق
وفقد الثقه في نفسه، وبرده في الكره الاولانيه برده جري بيها مش عارف ايه وشاطه بشماله ضعيفه اللي احنا شرحناها في الشوط الاولاني. الحمد لله قدر ربنا يوفقه وجاب جون، فبرده الحاجات دي بتدي دفعه، فاحنا فرحانين للناس دي وفرحانين بالمباراه كتوتال. ابطال المباراه هم محمد الشناوي، اكرم توفيق، محمد النني. ومحمد النني. طبعا اكرم توفيق يعني احنا والله العظيم كان معايا اسماء بالناس اللي اكرم توفيق حطهم في جيبهم، تتخضوا من الاسماء منهم طبعا بن شرقي وحمدي احنا عارفين الهوني. ان شاء الله ما دام اكرم توفيق فيه الصحه، ربنا يبعد عنه يا رب شر الاصابات، مش يعني هيقعد كل الباكات اليمين اللي هتظهر. وشكله هيقعد على فكره اجنحه الفرقه كلها شكلها، عشان اكرم توفيق بجد لاعب بجد عالمي. وتقريبا مش عارف التصريح ده فيك، بس كوراكشو طلع ان هو بيمدح فيه بعد الماتش، بيقول ان اللاعب الظهير الايمن ده لاعب كويس. مش عارف التصريح فيك ولا لا، بس من غير تصريح وراسكو اصلا احنا عارفين ان انت لاعب عالمي اكرم الله. الف مبروك منتخب مصر، والف مبروك ليو فيتوريا. خلاص تقريبا التوقف الدولي، انا مش عارف في ماتشات دوليه، في ماتشات وديه ثانيه ولا لا جايه، بس اللي احنا عارفينه ان النادي الاهلي هيلعب يوم 27 فبراير، 27 قصدي نوفمبر. فاكرين التاريخ ده يا جدعان؟ التاريخ ده والله يعني يوجع قوي. يوجع قوي التاريخ ده. عندنا ماتش في كاس مصر مع المقاولين، استنوا مننا ان شاء الله فيديوهات الفتره الجايه باذن الله خاصه بمنتخب مصر والنادي الاهلي. وانت لو وصلت لحد الدقيقه دي في الفيديو بجد انت انسان عظيم، وشكرا ليك جدا، وشكرا لكل الناس اللي بتدعمنا وبتتفرج علينا. منتخب مصر والله احسن فريق في افريقيا، بس احنا منحوسين. السلام عليكم.